مميزات وعيوب الكحول. دلوقتي كل اللي بيشتغل كونكريت عارف ان عشان يتخلص من البابلز الكحول الإيثيلي 70% بيضيع الدنيا، اي بابلز خالص. شايفين انا وريتكم اهو عملي، كانت القطع مليانه بابلز، رشينا بس رشتين البابلز كلها راحت. وكمان بيخلي القطع كده تطلع بتلمع كده وزي القمر، ودي من مميزاته. ولكن هل هو ليه عيوب؟ ايوه، ليه عيوب، وهنشوفها برضو قدام من دلوقتي عملي برضو. دلوقتي بصوا، شايفين الفاستين دول طبعا يبانوا قدام منكم الاتنين امارات كده وعسلات وما فيهمش اي حاجه، بس لا يا عزيزي، واحده فيها كحول اترش عليها كحول، وواحده ما ترشش عليها كحول، ودي اللي هتبان تقريبا. هو احنا مجرد ما رفعناهم كده تقريبا بان كده طشاش. طيب، ايه اللي حصل اللي ترش عليها كحول وايه اللي حصل للي ما ترشش عليها كحول؟ بداية نبتدي باللي ترش عليها كحول. اول حاجة اللي ترش عليها كحول، شايفين الكحول عمل فيها ايه؟ خلاها البودر بتاعها شايفين كأنه متشقق كده، ولكن هو مش متشقق ولا حاجة، ولكن رش كحول بزيادة عن اللزوم. يعني احنا المفروض نرش رشة واحدة بس كده اخرنا، لكن لو رشنا كتير وكنا مقربين ايدينا قوي من البودر بتاعنا، ده النتيجة اللي بتحصل. الكحول بيدخل ما بين البودر بتاعتنا وبيقدر يعمل فراغات جوه البودر، يعني هو بيدخل وبيفصل البودر من جوه من بعضه. فعشان كده، وطبعا القطعة بتطلع منظرة كده ما ينفعش تتعالج. هتقولوا لي يعني احنا بنعالج البابلز وبنعالج، البابلز ينفع نعالجها، لكن تشققات زي دي مش هنعرف نعالجها، لان يا بصوا تشققات في كل حتة. شايفين التشققات عاملة ازاي؟ من فوق ومن تحت ومن كل حتة. ففي حاجات ما نقدرش نعالجها، ودي من عيوب الكحول. يبقى احنا لما نيجي نستخدم الكحول يفضل يكون رشة واحدة ومن على بعد، يعني ما يكونش قريب. شايفين بقى دي القطعة التانية دي ما استخدمناش فيها كحول نهائي. كل اللي عملناه عشان نتخلص من البابلز ان احنا بدأنا نحرك القالب ونهبد القالب كتير، وطلعنا منه كل البابلز على الوش، وبدأنا نخبط في كل حتة فيه، في كل دورانايه كده فيه بدأنا نخبط بايدينا لغايه ما البابلز طلع على السطح خالص. وفي القطعه دي ما استخدمناش اي كحول خالص. شايفين القطعه طالعه ما فيهاش اي حاجه الحمد لله، ولا بابلز ولا شروخات ولا اي حاجه. وطبعا عشان انا حد بشتغل بقالي فتره، فحبيت اوريكم الفيديو ده، ويا رب يكون مفيد ليكم.